الفراخ الشواية وهي بتولع النار كده بتخطف القلب، ويقطعها كده ويمرجعها ويحطها على قلب طبق الرز من تحت. اه، وتتشوى كمان معاها. شوفوا الجمال ده كله بقى في المشاوي عندهم، شمال ويمين بيسوي السيخ على نار هادية. ابن مصر عنده الكريب حكاية، بيبقى طازة طازة طازة، وبعد كده ينزل عليه بكل الصوصات بتاعته ويشتغل شغل عالي جدا. هايبر ابن مصر، اكل متكامل عندهم. فطير تلاقي بجميع انواعه زي ما انتوا شايفين كده، وكمان بيتزات اللي انتوا بتحبوها. شوفوا الفطيره وهي مدخنه كده تخلي الريق يجري 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 جامد جدا. ابن مصر شغل عالي جدا. في شبرا الخيمه رحت له مخصوص عشان اجرب الاكل الحلو. بص الدخنه، الله اكبر الله اكبر، يعني فيها كل حاجه حلوه. خليها تاني كده ونسيبها دلوقتي. الصينيه دي تكفي من فردين لثلاثه، بس انا عن نفسي يعني بصوا 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 كده 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 تاني، يعني ممبار سجق، وفيها كمان الفرخه الجميله. الواحد كده بصراحه انا عاجبني العيش ده قوي. انا العيش ده عاجبني بقى فانا هسمي بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي اقطع كده بقى عشان نشوف بقى ايه الشغل بقى الصح كده. وناخد ده كده على جنب ونشيله ونطبقه عشان بعدين ده نتعامل معاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ده بقى يتحط كده على جنب هنا اهو، استخبى انت عشان انا بحب الوش ده. بصوا بقى الصينيه فيها ممبار، فيها رز، فيها كمان السجق الجميل، فيها الفرخه دي. يعني هو اختراع، وسعرها يعتبر مناسب بالنسبه ان هي بتتقدم هنا في ابن مصر. الميزه بقى ان الفرخه كده سخنه مولعه، قطع كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اول حاجه نمسك الحته دي كده ونشوف الوضع ايه. طعمها حلو بصراحه في كل حاجه كده. بسم الله. طعم الفراخ جامد جدا. عايز اخد حته من العيش ده عشان يديها مع السجق كده. اختراع بصراحه. السجق ده جامد جدا. يجي كده البومبرايه، وطبعا الريحه بتاعته بيتي يعني. طعم السجق وطعم البومبار وطعم الفراخ، الثلاثه مع بعض حلوه. هي الصينيه دي سعرها معقول ويعتبر في متناول الجميع. عنده كمان صواني تانية يعتبر فيها بقى حاجات اكتر، وفي نفس الوقت ان هي تكفي عدد اكتر. بس بصراحه حكايه العيش ده يعني اختراع. انا طبعا بوظته بس دخل دماغي جامد جدا. الاختراع هم عاملينه، والبومبار ده والسجق والاثنين والفراخ، لان عجبني. عشان كده حبيت ابلغكم الطعم بتاعه حلو. ده بالنسبه للصينيه والعيش اللي انا بهدلته. خش بقى على هنا. طبعا البوكس ده فيه كل حاجه. موجود فيه يعتبر الفراخ واللي هي الستريبس، وموجود فيه الشاورما، وبينزل معاه يعتبر ثلاث حاجات كده. يعتبر دون توميه والصلصه وتوميه والكاتشب، وفي حاجه هنا هو دي انا عايز اكتشفها كده ونشوف الوضع بتاعها هيبقى عامل ازاي. ناخد كده الاستريبسايه دي، الاستريبسايه الجميله المقرمشه. نحط هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
كريسبي حلو مميز، ان تحسه كده طعم الفراخ باين، تتبيله قليله جدا، فدي من الحاجات اللي انا بحبها. بالنسبه بقى هنا للشاورما الفراخ، بصوا ممكن احط معاها التوميه، ممكن احط معاها طبعا الميكس اللي هم عاملينه دون او الكاتشب، بس انا بحب اكل سندوتش كده بطبيعته. واحد كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. حلو بامانه حلو. التوميه اللي هم حاطينها مش ضاربه جدا زي ما الناس متخيلها، هي طعمها هادي، وطعم الشاورما الفراخ واخدانا للطعم المصري على شويه السوري، بس هي يعني طعمها مختلف شويه، مش يعني في مطاعم كتير جدا بتعمل شاورما فراخ، بس هو مميز في الحته دي. تضخيم البوكس ده حلو قوي ويكفي. الصينيه حلوه. الاول لما طلع الكريب في مصر وانا بحبه، وابن مصر اصل الكريب، وقلت اجرب الكريب، عشان كده جبت لكم الكريب ده. التغليف بتاعه شيك طبعا، وغير كده كمان خد ريحتي، ريحه جامده قوي، خد قلبي، مش خد ريحتي، خد قلبي. بس هو بيغلفه جامد جدا عشان خاطر ما يقعش، التغليف نفسه حلو. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الكريب عامل مليان، واحد كده يطلع كده، انا عارف ان انت يا صغنن تحب الكريب، عارفك. اللهم بارك. بصوا بقى التغليف بتاعه، بصوا كريب بقى كده اهو، تحسوا ان هي بسم الله ما شاء الله، يعني هتخش تتزلط على طول. دي بقى الميزه فيها ان هي مشكله، كل ما هو فراخ في قلب الكريبايه ديت، والعجينه ريحتها حلوه قوي. عايزكم تشموا كده معايا، تشموا. قول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. هي مشكله، فيها كريسبي، فيها شاورما، فيها كمان شيش طاووق يعني، وكمان جبنه مع الوضع الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنحبه، نسمي بسم الله ونصلي على النبي في نفس الوقت. دي منظر العجينه رقيقه، بيهتموا جدا ان العجينه تكون رفيعه، والمكونات جوه تكون باينه كده قدام حضرتك. ابن مصر فعلا هو هايبر اكل، موجود في شبرا الخيمه، وليه بسم الله ما شاء الله 3 فروع، وعنده انواع الكريب كتير جدا. انا بتمنى ان حضراتكم تيجوا وتجربوا، والاكل فعلا هيعجبكم. احبكم في الله، احلى العشاء.